عيلتي يبقى عايزين نتعالج. اي تخصص هتلاقينا عادي عندنا. انا حديث التخرج، يا فيلم التخرج بيتكلم عنه، قال لي كفايه تنطيط بقى، انت كبرت. لا ده احنا جايين لكم. خلي بس الموضوع يطلع على السن. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحبوب سهر اسماعيل شو. النهاردة هنتكلم عن ايه ده؟ مش فاكر اهداف السنه الجديده. السنه الجديده اللي هي لما كانت جديده في 2025، احنا في اول السنه بقى بنقعد نخطط مش عارف ايه، بنحط اهداف، وبعدين النهارده دلوقتي احنا في اول سبتمبر وفي ناس ما حققتش اي حاجه. ده الطبيعي ان احنا ما حققناش اي حاجه. انا ما حققتش حاجه، انت حققتي حاجه، أنا ما حققتش، والسيد المشاهد كمان ما حققش حاجه. فطلع ترند جديد اسمه ذا جريت لوك ان، اللي هو حاجه زي اعتكاف بس مش ديني. اللي هو ايه، انا هقعد اقفل على نفسي واخلص اللي ورايا في 3 شهور دول. هبطل مرقعه لمده 3 شهور، واخلص اللي ورايا. والموضوع ده كبر قوي دلوقتي والناس كلها مهتميه بيه والكلام ده. فاحنا قلنا طب تعالى نشوف الناس بتوعنا اللي بيحبونا وبنحبهم عملوا ايه. انت عملتي ايه؟ أنا الحمد لله. الحمد لله، فضل ونعمه. أنت كان إيه أصلا أهدافك؟ يعني انا كل سنه بيكون عندي هدف ان انا التشانل بتاعه الدروس بتاعه ياكش تفلح. هحط لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن بوكس، لو عايزين تخشوا كده تعملوا سبسكرايب عشان تشجعوني هناك. هي الفكره ان التشانل دي مش فاكر كنت قلت للناس قبل كده ولا لا، بس انا سايبها خالص. انا سايبها بقالي كتير قوي وهي بتكبر لوحدها، بناء على الفيديوهات يعني القديمه اللي كنت حاططها فيها فعجب الناس، فالناس بتشوف الفيديوهات القديمه وبتعمل سبسكرايب. فانا اخر فيديو كنت عامله في القناه دي وقت ما كنت ناشط فيها كان مثلا فيها حوالي 60,000 سبسكرايبرز. امبارح دخلت لقيتهم بقى 120. فال 120 دول مستنيينك تنزل. ايه بقى؟ انا بحس ان السبسكريبشن ده عامل زي العقد كده، اللي هو انا مضيت عقد معاك دلوقتي عشان انت عجبتني، اوكي خد 1 سبسكرايب كده ماشي. ما تخلش بيا بقى، ما تخلش بالعقد. لا ما تخليش بالعقد، بس ما تخليش ما تتخلاش عني. ماشي. بس فانتي يعني فهو ده بيكون الهدف. ولحد دلوقتي شهر 9 وكل سنه والله سبحان الله يعني شهر 9 بحس ان انا طب ايه انا عملت ايه، انا مش عارف ايه، انا ما عملتش حاجه كده، فاقول لا ان شاء الله من دلوقتي عاد اخر السنه وبعدين بنام تاني. بس في حاجات حلوه اتحققت السنه دي بالنسبه لي، مثلا زي الشانل دي. يعني احنا كنا قاعدين في البابل بتاعت شاي بلبن ومش عارفين نطلع منها، وحاسين ان انا كانت بقى ممكن نقول دلوقتي فهمت. هذا انا كانت من احلامي ان الشاي بلبن تكبر اكتر، وان الناس تتجاوز محنه ان بسام ما بقاش معانا، بسام وموزو ما بقوش معانا، وان الدنيا تمشي حلو. ولكن فشلنا في ان احنا نحقق ده. وانا كنت رافضه برضو، انا تعلقي بالتشانل بتاع شاي بلبن كانت شديده، تعلقك بالاشياء عموما ما علينا. فما كنتش عايزه اسيبها لحد ما اسماعيل قعد يتكلم معايا ومش عارف ايه وبتاع، واقنعني ان احنا نعمل الشانل الجديده دي. بس هي تعتبر من الانجازات. بس اللي هو اول مره اقول حاجه صح في حياتي. غريبه. بس بجد هو كان الخوف اللي كان صعب تتكلم عنه ده، ان احنا نطلع من الشانل القديمه. يعني ان احنا كنا حاطين نفسنا جوه بابل كده وخايفين نطلع منها، حاسين اللي بره هنغرق. بس مع ان اللي بره هو اللي فيه اكسجين اكتر من اللي جوه. بيقول حكم. يعني تخيلي مثلا سمكه محطوطه جوه كيس بلاستيك محطوطه جوه بحر. ماشي. الكيس البلاستيك شويه ميه ماشي، هي خايفه تطلع من البتاع، وبعدين يجي سمكه قرش من بعيد تقوم تقرم ايه؟ هتقرم ايه؟ الكيس. انت عماله تبص على الدليفري. يعني احنا طالبين اكل من البيت ومستنينه، وانا ما بكونش جعان لحد ما بطلب. يعني بعد ما الواحد ما بيعمل اوردر بيجوع بقى خلاص اوكي. يجي سمكه قرش من بعيد هتقرم الكيس. ده ما بيكونش هدفها. بتكون عايزه تقرم السمك.
ماشي. فيوم الكيس يتقطع تقوم السمكه تخرج بره، تقوم داخله جوه بق القرش. لا هي خرجت بره ماشي، لان الكيس نفس كده راحت خارجه بره، لقيت قام القرش جري ورا. لا انا مش دي الحكمه. لا بعد 100 عام من الآن. كان عندك حاجات تانية، احلام تانية؟ ايه قولي بقى. كان اللي ما حققتهاش بقى كان نفسي اشتري شقه وفشلنا فشل ذريع. احنا نزلنا مصر، يعني انا ما اكذبش عليك واحنا اصلا معناش مقدم. كان عندنا طموحات واحلام واماني كده. احنا عايزين داعي. تجديد. ف نزلنا لقينا الاسعار في مصر ايه ده، في ايه مالكم كده. قمنا اتخضينا ف ما عملناش اي حاجه في الموضوع ده. برضو كانت من احلامي العربيه الفولفو. الكهرباء ولا الكبيره؟ صعب. بتحب مش عارف اسمها حاجه 90 EX90 ولا مش فاكر ايه، بس يعني هو في 60 و90 في الفولفو، في تقريبا في 30. يكي خالص 60. انا قلت لو تلاحظ يعني. بس ماديا انا اتمنى ان احنا، واتمنى ان على اخر السنه ان الشانل دي تبقى 100,000 على اخر السنه. والله مش حاجه بعيده عن ربنا. سبحانه وتعالى. ووقتها هحس ان انا عملت يعني حققت حلم من أحلامي. بس على فكره ده يعني هيبقى نجاح جامد جدا لو عرفنا نوصل بالشانل دي قبل اخر السنه نبقى 100,000. بس ولو ما عرفناش نوصل ما تزعليش، عشان دايما الناس بتأفور في طموحاتها وبعدين يندموا بعد كده. اصل انا بالنسبه لي الشانل دي يا جماعه شغلي، يعني انا ما عنديش شغل ثابت. فانا بحس ان انا لو عملت حاجه فيها يبقى ده نجاح ليكي، يبقى ده نجاح ليا، يبقى انا حققت حاجه. فلو لحد دلوقتي ما اشتركتش في القناه، عشان في ناس بتتفرج ومش مشترك في القناه، اشتركوا عشان تحققوا حلم انسانه غلبانه تغفل النجاح. وليس ونجاح على فكره مش بالارقام، يعني هو النجاح بالنسبه لها انا عارف ان هو مش مجرد ان وصلنا 100,000 ده كده نجاح. لا، هو النجاح ان احنا يعني احنا ما شايف لبن كان 300 وشويه يعني بس كان واقع جدا، بس ما كانش ناجح في الاواخر. يعني انا بحس بالنجاح لما بشوف الكومنتات بتاعت الناس. الناس حابين مبسوطين وهو يتفرجوا علينا، حاسين ان احنا قرايبهم، حاسين ان احنا الحاجات دي بتحسسني بالنجاح، بتحسسني بالراحه. طبعا في ناس بتخش تقول حاجات غريبه جدا. هنعمل بقى ايه حلقه تانية صدقني ده صح، نعمل حلقه عن الكومنتات السلبيه. لا مش هي، بس مش يعني ماشي هنعمل حلقه عن الكومنتات السلبيه اوكي، بس لا في كومنتات غريبه زي اللي كان بيقول لك انت بتقلد بسهاد. يعني هو رحله الاصعب. يعني هو في حاجه منطقيه قدامه انه ممكن يكون في ممكن يكون في اخوات شبه بعض، بس لا ده اكيد شبيه زي الراجل اللي بيقلد صلاح، وزي الراجل بيقلد ماني وبيقلد فان دايك واللي بنشوفه كل شويه بيطلعوا في الاعلانات دول. تعرف ان كان في اعلان بتاع جبنه بيجي على MBC مصر عن الجبن اللي بتقلد دومتي او حاجه كده او عبور لاند والله ماشي، وجايبين فيه شبيه اصلا امبابي. ما هو عشان يعني ايه ان هو شبيه، ان هو شبيه وهو اللي بيقدم. ازاي الراجل ده بيقنع الناس ان ما تروحوش للتقليد؟ يعني انا مش عارف ازاي اقتنع. يعني هو يعني عايز يطلع في اعلان وخلاص يعني ازاي مهم. بس فما تنسوش تكتبوا لنا كومنتات كتير وتعملوا لنا لايك، وتعالوا نشوف انتوا قلتوا لنا. احنا سألنا السؤال ده في حاجتين، سألناه في الانستجرام وسألناه غالبا نزل برضه نفس السؤال في فيسبوك، وسألناه على جروب التليجرام بتاعنا. لو مش في جروب خش على الديسكريبشن بوكس هتلاقي الجروب بتاع التليجرام. سألنا الناس امبارح بالليل بس هم ردوا علينا بسرعة بصراحة. وبرضه الناس يعني بتاع الانستجرام. ولو انتم مش عندنا في انستجرام يا ريت تعملوا لنا فولو علشان تشوفوا الحاجات اللي احنا بننزلها. بننزل ريلز كتير قوي. نسيت انزل ريل بتاعنا ما تصور. والله انا افتكرت من شويه ونسيت. كان السؤال كان ايه اختفك من اول السنه وحققت منه ايه وما حققتش؟ مريم حمدي صديقتنا وصديقه البرنامج والراعي الرسمي للافكار
بتقول بصراحة ما حققتش حاجة، بس نفسي على آخر السنة أبقى مستقرة من ناحية الشغل والحياة عامة. ان شاء الله إن شاء الله بإذن الله يا مريومة. إيمي بتقول إن أفتح عيادة تانية والحمد لله حققت ده من شهرين. ما شاء الله. عيادة إيه بقى؟ عيادة إيه بقى؟ عايزين نتعالج. أي تخصص هتلاقينا عادي عندنا. ما ده من حاجة وحشة يعني الحمد لله. يعني والله يا إيمي ظهري وجعني وجع. يا دي مش قادرة أقول لك. بس هي ممكن تكون إيه معالج طبيعي هتنفعك، أشعة هتنفعك. دكتورة عظام. دكتورة عظام هتنفعك. أعصاب هتنفعك. فكده 4 تخصصات يا رب تطلعي منهم يا رب. ومعدتي وجعاني، بطنة. ولو نظر بص اديني شيء بقلع النضاره اهو عشان انتوا عارفين يا جماعه في حاجه قصه قصيره حزينه. امبارح كنت بتفرج على مسلسل على اللابتوب وكبرت الفونت بتاع السبتايتلز. انا ما كنتش شايفه. لا بس هو صغير اوفر. كنت صغير. لا انت شطور ماشي. ودي مراجعه بتقول كانت عايزه تدرس لغه جديده. طبعا والله انا شايف ان موضوع اللغات ده مش اصل هي بتضحك يعني، حتى ايموجي بيضحك بس يعني بس بجد اللغات بتبقى حاجه حلوه يعني بس مش حاجه سهله. هي ليها ناسها. انا مش حاسس ان دي موهبه او حاجه ينفع الناس كلها يعني. في ناس ينفع تتعلم لغه وفي ناس ما ينفعش. وفي ناس ينفع تمشي حالها كده زي الناس. لكن في ناس ما شاء الله دماغهم بتبقى ماشيه مع اللغه. بس الشخص العادي مثلا زيك عنده ميزه تانية مثلا هو مثلا بيعرف يعوم مثلا. ما بعرفش. بيعرف يلعب باليه مثلا. ما بعرفش العب باليه. مش لاقي لك موهبه. نور فوزي بتقول كنت عايزه احقق نجاح الدراسه الحمد لله حققته. كنت عايزه اعمل بيزنس بس واضح ان الخطوه تقريبا ما كملتش يعني خطوه صعبه. بس يعني البيزنس برضه يعني من الواضح ان نفس صغيره لسه مخلصه دراسه او حاجه. موضوع البيزنس ده مش بس لو بدات دلوقتي يبقى ممكن احتمال كبير تفشلي يعني. لازم تدرسي الموضوع كويس. او بقى تبداي الحاجات اللي هي السهله هي مش مخاطره كبيره يعني. اسمع عباس تقول انزل الجيم حققته بس جسمي مكسر من ساعه ما نزلت. ده في الاول بس. لا مش والله في الاول. لا مش في الأول. انت طول عمرك في الاول على فكره. وانا طول عمري اول شهر ده في الاول. طب ما ايه يعني ما شهر بقالي شهر 2 أو 3 في الاسبوع ومش عارفه اتحرك. انا مش فاكر ان ده حصل قبل كده. ليه لما كنت انا ورانيا ماشي بس ده كملته شهر وكنت 3 مرات في الاسبوع. والله كمان مش فاكر 2 ولا 3. اعتقد مرتين. في اخر الشهر كنت اتحسنت يعني مش زي الاول. ده انا اخر الشهر عضلات رجلي وجعتني وجع. هو قفلوا برجلين بقى الراجل. انا حديث التخرج ده ميمو. انا حديث التخرج يا فيلم التخرج بيتكلم عن ايه؟ وحشة قوي اصلا. انا حديث التخرج كان هدفي من اول السنه اني اشتغل في المجال اللي بحبه والحمد لله حققت. الف مبروك يا ميمو. رؤى صديقتنا وصديقه البرنامج والراعي الرسمي للافكار. نسيت والله انا كنت عايزه ايه. بعد كده بكتبيهم بقى عشان ما تنسيهمش يعني. نعمل نوتس. في نص السنه كده سبحان الله ده كنت عايزه ايه. وماذا عن جروب التليجرام؟ ومن جروب التليجرام بتاعنا مصطفى بيقول أطور من نفسي في الكمبيوتر والبرمجة والذكاء الاصطناعي وأتعلم على برامج جديدة وأنظمة جديدة بس بسبب ضيق الوقت والشغل بتطور ببطء. بس تتطور ماشي على الأقل. ما هو بقى دي فكرة الواحد ما يحطش لنفسه أهداف كبيرة يعني في أول السنة ما يأبورش عشان بس طالما أنت ماشي على خطوات حتى لو صغيرة فقشطة. أرجع جيم تاني بس الظروف منعتني. بدأت أتدرب في البيت واختلقت ساعة لها بالرغم من الدكتور منعني بسبب إصابة وقال لي مستحيل والحمد لله بفضل الله بتقدم ببطء بس المهم إني بدأت ومستمر وما سمعت الكلام الدكتور بفضل الله. طب الحمد لله. أيوة فكرت وكمل أشوفك على خير. بس بقول لي نسمع كلام الدكتور مثلا. أنا بصراحة أنا رحت للدكتور قبل كده كنت قلت لكم قال لي ما تروحش جيم ما تروحش مش عارف ايه ما تجريش يعني ايه ما هو يعني ازاي الدكتور يقول لك ما تلعبش رياضه؟ والله قال لي ما تروحش جيم. قال لي كفايه تنطيط بقى انت كبرت. هو يعرف ما اعرفش. قال لي شغل باراشوتات ما ينفعش تعمله تاني. والله باراشوتات ايه؟ انا بنط من الباراشوت. انت عملت كده قبل كده في جورجيا. هو عارف ليه؟ ما اعرفش.
مصطفى بيتكلم في حاجة حلوة تانية. قلت السنة دي لازم أفلتر الأشخاص، وفعلا غربلت ناس حواليا كتير كانوا طاقة سلبية ونفاق، وصغرت دايرة معارف. والله احنا كمان صغرنا، احنا دايرة معارف بقت ايه بونبونية. ايوه بس بجد لا، احنا قللنا ناس كتير قوي في حياتنا في الفترة الأخيرة كمان على فكرة. في ناس كتير خلاص يعني قللناه وبقينا خلاص بقى. يعني مثلا كان في ناس في ناس استغلالية، في نس بيدوا طاقة سلبية كده، شكاين بكاين. في ناس يعني فتلاقي نفسك عمال بيسحبوا بطاريتك كده وانت وما زلنا مع مصطفى. كنت مخطط أسافر سياحة للصين السنة دي شهر 10، أقعد أسبوعين لصديق ليا هناك، بس الخطة فشلت بسبب بعض الظروف. نعيش إن شاء الله الدنيا تتظبط وتروح قريب يا رب إن شاء الله. خدنا معاك بجد. قررت ان اغير من نفسي واتحكم في عصبيتي، وفعلا غيرت من نفسي وبقيت بارد وبتحكم في عصبيتي وانفعالي بفضل الله. ما يمكن انت لما غربلت الناس شفت الناس اللي بيحسوك. صح، ما ربطناش احنا ما بين دي ودي، بس عندك حق. بس اكيد هو ما يقصدش بارد يعني، بس بقى يعني اهدى يعني. انه اهدى يعني ما بقاش ياخد الحاجات. انا برضو بقيت اهدى كتير. صح. أنا برضو بقيت أهدى كتير صح؟ لا فرق كتير عن زمان. ماشي. في آية بتقول كانت عايزة ترجع للي بتحبه وهي الإذاعة والراديو، بس كان صعب. قررت أعمل قناة يوتيوب وأنزل عليها قصص وبودكاست، بس ما كنتش قادرة أخد الخطوة وخايفة، بس قررت أجرب وأسيب على الله وأبدأ. وبالفعل فتحت القناة ونزلت فيديو تعريفي وفيديو قصة قصيرة كده. ادعوا لي وتمنوا التوفيق. الموضوع ما طلعش سهل لما تشتغل كل حاجة لوحدك. طب والله حلو، حطوا لنا اللينك هنحطه في الديسكريبشن بوكس. الشانل اسمها، استنى اخش عشان نشوف عشان مش باين من بره. اسمها آية بياض. اسمها بس انا يا رب اكون كنت الاسم صح، فربنا يوفقك. واهم حاجه بس في موضوع صناعه المحتوى ده ان الواحد ما الاستمراريه. بس بجد هو ده الحل. خلاص كده شكرا. احنا كنا مستمرين من ساعه ما بدانا في 2019 وكل اسبوع على الاقل بننزل فيديو. احنا زماننا دلوقتي كنا بقينا احسن من ناس كتير موجودين بدون ذكر اسماء. رفعت عم الناس الذي ياتينا بالافكار، وكذلك مصطفى برضو اللي مظبطنا على طول، ويوسف اللي ما بيذاكرش احياء بدون تفاصيل عشان ما حدش يزهق. حطيت هدف في اول السنه ان البطولتين اللي هدخلهم السنه دي في الملاكمه اكسب واحده والثانيه اوصل لمركز زيادين، وبالعائد المادي اللي هيدخل لي من ورا البطولتين دول اعمل بيه حاجه معينه لاهلي. والحمد لله حققت ده وما اثرش على مذاكرتي وجبت نتيجه حلوه. لكن الحاجه اللي هعملها الاهلي لسه في نصها، يعني الحمد لله حققت جزء كبير من الهدف، وفضل تك على اكماله باذن الله ويكمل على خير. والله برافو عليك. يعني انت والله حلو الموهبه او الحاجه اللي بتحبها بتجيب لك عائد يعني وتساعد الناس. والله دي حاجه عظيمه يعني. ماشي. في بقى دكتور موسى برضه من الناس النشطه على جروب التليجرام، وعايزين نشكره على تفاعله وعلى كل الذي يقدمه لنا. ماشي. من اول السنه رسمت لنفسي اهداف تعكس الشيء اللي بطمح اوصل له، ويمكن ما يكون المشوار خلص، بس اللي مخليني مرتاح ان كل يوم عم بخطو خطوه اقرب من اللي اتمناه. كمان في اهداف وقفت التنفيذ بسبب مشاكل واحداث خاصه، لكن الله سبحانه وتعالى موجود. راح يجي يوم يحقق لي كل شيء بتمناه يا رب. لا ان شاء الله ربنا يوفقك يا موسى وتحقق كل اللي انت عايزه ان شاء الله، ويعدي الايام الصعبه دي على خير ان شاء الله. احنا كده لنا كل حاجه، كل اكل لسه موجود. عايزين نصور حلقه، عايزين ناخد لفه. هي بص الفكره ايه. انا كان عندي عربيه بعتها وعايز وكنت عايز يعني من وقتها من سنه ونص ان انا اشتري عربيه تانية، والعربيه التانية دي لحد دلوقتي انا متردد عشان اجيبها، عشان حد متردد اعرف. ماشي. كل سنه بقى في تطور ابن الذين في العربيات خصوصا الصيني، فعايزين ننزل هنشوف نعدي على كام معرض عربيات زي بقى الجيتور مثلا. كانت الميني كوبر كانت عاجبه سواها قوي، فعايزين ننزل نديها بس هي انا تراجعت عن يعني انا كنت شبطانه فيها لحد ما هو كلم حد عشان يساله على العربيه، قال له ان هي سعرها بينزل جامد جدا. هي اصلا سعرها مبالغ فيه، وهي سعرها فعلا مبالغ فيه جدا. لكن العربيات الصيني شكلها بصراحه شكلها حلو، من جوه حلو، من بره حلو.
الكهرباء بتاعتها البطاريات حلوه، الضمان 10 سنين او مليون كيلومتر. يعني عامل لك شفت BYD اليومين دول عاملين تأمين انشورنس، يعني اللي هو بتاع 3 سنين مجانا، وتسجيل العربية 3 سنين مجانا، وخدمة اللي هي السيرفيس بتاعت العربية 3 سنين مجانا. اللي هو في ايه يا جدعان؟ فعايزين ناخد لفة في معرض العربيات. كاتنين مش فاهمين حاجة، يعني ما عندناش اي خبرة في الموضوع ده. هناخد لفة اماكن كتير ممكن نصورها على يومين، يعني غالبا يعني مش هنعرف نصورها في يوم واحد. وبعدين وناخد رايكم وانتوا تحددوا العربيه اللي هنشتريها الفتره دي. لو اقنعتونا ما بنقولش كده. تعلميش ليه من الناس اللي انا مش هخدعهم. انا مش هقول لهم انا هشتري العربيه اللي انتوا هتختاروها في الاخر. انا هشتري العربيه ده انا هختارها. اكيد يعني اكيد مش هنعمل فوت يعني وهمشي مع فوت يعني. ايوه انا ماشي. ولا هنمشي مع فوت؟ لا اجيب لك العربيه اللي هتجيب كومنتات اكتر كده. عمودي النهارده علي شفت البتاع اللي امبارح كان عمال يزن عشان يجيبه ده حاجه زي موتوسيكل كده. هو العيال كان بيشوفوا اي فيديو على تيك توك بيشبطوا فيه خلاص كده بيزنوا كأن دي حاجه هيموتوا من غيرها. لا النهارده جاي يقول لي لو انت كنت نايم جاي يقول لي تيجي نروح مش عايزه تروحي دراجون مارت. نروح دراجون مارت عايز ايه هناك؟ قال لي فاكر بتاع اللي وريتهولك امبارح بيتباع هناك في الاكشن. ما احنا قلنا مش هنجيبه. قال لي ليه ده جيم؟ قاعد بقى يحاول يقنعني وبتاع. قلت له لا انت صغير وده خطر وانا مش هجيبه. قام دخل جوه 10 دقايق كده ورجع. طيب مش عايزه تجيبي لي سكوتر اكبر تخش جوه كده. ده جمبري فعلا. ده جمبري. المهم هو علي لما هو علي لما بيكون عايز يقنعك بحاجه بس هو مش هو عارف ان ما ينفعش. مش عايزه تجيبي لي كذا. طب يعني انا عارف انك هتقول لا بس بجرب. جمبري بس انا بستغرب ان البيك ده قالب كده انه كلهم مربعين كده. بقيه الفراخ دي بتروح فين؟ بيعملوا بيها ايه؟ يعني في بقى في الزوايد بقى، يعني انت قطعتي مربع بالظبط. الباقي ده راح فين؟ سندوتشات بقى. سندوتشات ايه؟ لا اكيد ما فيش سندوتشات في تندور. حلو الجمبري. والله لا بجد حلو. بس غريب ان هو جاي من اكسبو شغال دلوقتي. توقعت انه قافل. غريب قوي. المهم فاحنا عايزين نعمل الحلقه بتاعت العربيات دي. وعايزين برضو في الفتره الجايه للاسف هنحتاج ننقل من الشقه دي. فهنعمل الحركه بتاعت اختاروا معانا بيتنا الجديد. لا ده احنا جايين لكم محتوى كتير. وعايزين نعمل ايه تاني؟ الناس بقى دول بيعملوا ايه تاني؟ نعمل فيديو بتاع اخت جوزي طالعه على السلم وانا ما لحقتش اعمل اكل. انت ما انتكش بنجيب اخو جوزي بقى. اخو جوزي جاي. جوزي عادوا من اصحابه في الشغل. طب تصدق حلو اخو جوزي جاي ده. اخو جوزي ومراته من خالي بس هم بيجوا يطلعوا على السلم عندهم هناك. كم طلع عندهم صور وهم طالعين بقى. وبعدين احنا بقى عمالين بنجري في الشقه هناك. وبعدين الموسيقى بقى توتر وبتاع. وبعدين نجيب عندهم هم وموسيقى فرنسيه بقى وهم طالعين. والله حلو. هنعمل لهم الغدا بقى. ما هنعمل الاكل وننظف الشقه وكل ده هم طالعين على السلم. وبعدين في الاخر يطلعوا طالعين شقتهم عادي. لا طب لا حلو. انا والله كبير. خلاص نعمل. بس احنا كده عرفناهم اخر الفيديو. احنا مش بنخدع الناس اللي بيتفرجوا علينا دول. احنا بنخدع الناس الجديده اللي ما يعرفوناش. ماشي. اخو جوزي ومراته طبوا علينا فجأة. والصوره بتاعت الفيديو مقسومه نصين. نص وهم طالعين على السلم والنص الثاني وانا بتكعبل في الهواء وانا بشيل مخدات من الارض حاجه كده. ماشي يا جماعه. نتمنى ما نكونش طولنا عليكم ولا تقلنا عليكم. كلمه السر عايزين نعمل كلمه سر. الفيديو فات ما عملناش. كفايه مرقعه. لا لو عندك حاجه ثانيه قول. لا هيقول. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب
فعلوا زر الجرس، ولو مش مشتركين في الانستجرام اشتركوا، ولو مش مشتركين في التليجرام اشتركوا، ولينا كمان صفحة على الفيسبوك، روحوا هناك شقروا علينا. كمل شكلها كويس، عجبتيني. وشكرا ليكم، واستنونا في الحلقة الجاية من سوا اسماعيل شو.